ولما حبوا ينسحبوا حصلت المصيبة. تخيل أقوى جيش في العالم يدخل عملية سرية في إيران ويخرج منها مهزوم بسبب شوية رملة. في سنة 1980 أمريكا قررت تعمل عملية عسكرية سرية اسمها مخلب النسر، وهدفها إنقاذ الرهائن من إيران. القصة دي بدأت بعد أزمة الرهائن الإيرانية لما إيرانيين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا أكتر من 50 أمريكي. أمريكا قالت لازم نتحرك، وحطت خطة معقدة جدا: هليكوبترات وطائرات نقل ونزول في قلب الصحراء، كله محسوب بالثانية. بس أول ما العملية بدأت الدنيا قلبت. عاصفة رملية فجأة ضربت القوات الأمريكية، الرؤية اختفت والأجهزة باظت والطيارين بقوا تايهين. شوية هليكوبترات عطلت وما قدرتش تكمل، ولما حبوا ينسحبوا حصلت المصيبة. هليكوبتر خبطت في طيارة نقل، انفجار ضخم حصل في ثواني ومات 8 جنود. في اللحظة دي القرار كان واضح: إلغاء العملية فورا. أمريكا رجعت من غير ما تحقق أي هدف، والعملية بقت واحدة من أكبر الفضايح العسكرية في تاريخها. تخيل إن أقوى جيش في العالم الطبيعة هي اللي هزمته. تحب أقولك على فشل أكبر من كده؟